بسم الله الرحمن الرحيم. استطاعت أمريكا أن تخدع أوروبا بسهولة، وذلك عندما طلبت أمريكا من أوروبا أن تعطيها الذهب مقابل الدولار الأمريكي. بهذه الطريقة السهلة استطاعت أمريكا خداع القارة العجوز، ولكن روسيا والصين استطاعوا فهم الأمور وقراءة ما بين السطور لذلك المشهد بسرعة قبل أن يقعوا في الفخ الذي وقعت فيه أوروبا، ورفضوا أن يضعوا ما يمتلكوا من ذهب بين يدي أمريكا، بينما أوروبا دفعت الثمن الباهظ لذلك لتصبح أول ضحية لأكبر عملية احتيال في التاريخ، بينما ملوك الذهب الأسود وهم السعودية ودول الخليج وجهوا ضربة قاضية لأمريكا في هذه السنوات المتأخرة بحماية روسيا والصين، حيث بيّنوا ووضحوا أنه لا بد من إسقاط الدولار الأمريكي والسيطرة الأمريكية، بينما لوح بايدن أنه قد حان وقت دفع الحساب، يقصد بذلك فرض عقوبات على السعودية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الحيلة؟ كيف حدث ذلك؟ وما هي الحيلة التي اتبعتها أمريكا لكي تأخذ الذهب مقابل الدولار؟ ولماذا تريد السعودية إسقاط الدولار؟ وما هي العقوبات التي هددت بها أمريكا السعودية؟ لكي يعرف الجميع ويعلم كيف سيطر الدولار على العالم، وكيف تربع وتسيد على عرش العملات وسوق العملات. هي حيلة خبيثة قامت بها أمريكا قبل 80 عام، وبالتحديد في نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما اجتمع ممثلو 44 دولة في منتجع برايتون في ولاية نيو هامشير الأمريكية. عندها استغلت أمريكا الفرصة واستغلت الدمار الاقتصادي الذي لحق أوروبا، وقامت بفرض اتفاق يقضي بربط عملات الدول المجتمعة بالدولار وربط الدولار بالذهب. في هذه الحالة يرتفع مؤشر الدولار كالصاروخ. عندها قامت الدول المجتمعة بإرسال ما تملكه من ذهب لأمريكا وتأخذ مقابله بالدولار، مع التزام أمريكا بإعادة الذهب الخاص بكل دولة عندما تحتاجه. وافقت معظم الدول المجتمعة، ومن بينها بريطانيا وفرنسا، لكن هناك من رفض ذلك، وهم الاتحاد السوفيتي والصين، وعملوا على زيادة تخزين الذهب، بينما قامت أمريكا بحياكة لعبة خبيثة واحتيال، أكبر احتيال في التاريخ وقع ضحيته الدول التي وافقت على ذلك.